ايه اللي لم الشامي على المغربي؟ طبعا كلكم شفتوا نهائي كاس العرب 2025 المقام في قطر، وانتهى بفوز المغرب على الاردن، وبكده المغرب تكون حصلت على لقب كاس العرب للمره الثانيه. بس ده مش موضوعنا. مثل شعبي قديم كان بينطبق على اتنين ما بيطوش بعض، واحد بيقول يمين التاني بيقول شمال، ما بيتقابلوش في اي موقف ولا اي وجهة نظر، ولكن بالصدفة جمعتهم ان هما الاتنين يتبنوا نفس وجهة النظر ونفس الموقف. وده اللي حصل في الازهر الشريف، اللي بيضم عدد كبير من الجاليات، سواء كانت المغربيه، الاردنيه، الشاميه، التونسيه، الجزائريه، ومن الهند وبلاد السند. من كل انحاء العالم كان في جاليات داخل الازهر الشريف، وكان اكبر الجاليات دي الجاليه المغربيه والجاليه الشاميه، وكانوا على طول مختلفين مع بعض لدرجه ان هم لما بيقابلوا بعض داخل الازهر ما بيسلموش على بعض خالص. لان الشاميه كان بتتبع المذهب الشافعي، وكان المغربيه كان بيتبعوا الجاليه المغربيه كانوا بيتبعوا المذهب المالكي. في الوقت ده الشيخ العروسي اللي هو شيخ الازهر قرر منع الطعام للجاليه الشاميه. ساعتها الجاليه المغربيه قالت مش معنى، ولازم يكون في موقف ثابت وكل اخواننا يحصلوا على الطعام. فقرروا يتضامنوا مع الجاليه الشاميه في وجه شيخ الازهر العروسي، علشان يبقى كله متساوي في كل الحقوق وكمان كل الواجبات، على الرغم من هم كانوا مختلفين معاهم ولكن وقفوا معاهم في موقف أشاد بيه الجميع في الوقت ده. وكل ده بيرجع لروايات التراث الشعبي اللي قال الرواية دي. بس زي الحكمة بتقول عدوك النهاردة حبيبك بكرة.